السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه النهارده؟ هنعمل مع بعض حاجة حلوة جدا جدا، هو سيسو النوتيلا بجد تحفة. وهنعمل مع بعض الكاتشب. بقوا حاجات ضرورية في البيت دلوقتي، وهنعملها بمكونات سهلة. انا معايا نص كوباية من الفول السوداني، ونص كوباية من الكاكاو، وكوباية سكر بودرة، وكوباية من اللبن، ونص كوباية من الزيت، وشوكولاتة بطعم البندق. تمام. انا طحنت الفول السوداني خلاص، وهحط كل حاجة في الخلاط، وهضربهم مع بعض. وبحط الزيت بالتدريج، يعني حطيت الزيت على 3 مرات كده. وبعد كده بحط الفول السوداني في الاخر خالص، وبضربهم وبسيح مكعب الشوكولاته اللي بطعم البندق في شويه لبن سخنه. وبعد كده بضيفهم برده في الخلاط. هو في الاول بيديكي صوص كده خفيف شويه، بعد كده اول ما بتحطيه في التلاجة حوالي ساعه بيديكي الصوص التقيل اللي شفتيه في اول الفيديو، اللي زي كده بالظبط. ودلوقتي هنعمل مع بعض الكاتشب، عباره عن كيلو من الطماطم، توم باودر وبصل باودر وبابريكا وفلفل اسود، ونص كوبايه من السكر، ومعلقه نشا كبيره. خلاص انا بضرب الطماطم وبصفيها كويس جدا جدا. اهم حاجه اصفيها من الشوائب دي والقشره. تمام. وبعد كده بحطهم على البوتاجاز يبداوا يغلي، وبحطهم بقى البهارات مش دلوقتي، لما بيغلوا شويه على البوتاجاز وحجمهم يبدا يقل ولونهم يتغير. تمام. انا برضو هنا ما حطيتش اي حاجه، انا بفضل اقلب فيها كده اول ما يبدا يوصلوا للون اللي هتشوفيه دلوقتي كده، اللون الاحمر وتقلوا شويه. بحط التوم باودر وبصل باودر والبابريكا والفلفل الاسود، وبقلبهم شويه، وبحط نص كوبايه من السكر. تمام. وبقلبهم برضو، كله ده اقلبه برضو هم على البوتاجاز. وبعد كده بضيف الخل في الاخر، لان انا مش عايزه الخل يتبخر، فبضيفه في الاخر واسيبهم حوالي 5 دقايق بعد كده على البوتاجاز. وبعد كده بحط معلقه النشا بدوبها في ربع كوبايه من الميه، وبحطها على الخليط برضو مفيش دقيقتين، وبعد كده بطفي عليها وبنزلها. معلقه النشا بيديك القوام المناسب وحلو جدا، معلقه نشا كبيره بس مش مليانه قوي، وكل ما بتسيبيها يديك قوام حلو خالص والطعم تحفه. بجد يا ريت تجربي الطريقه دي، هايله حلوه خالص، واللون جميل جدا جدا، البابريكا بخليها لونه حلو خالص. ويا ريت يكون الفيديو عجبكم، بجد تحفه قوي، يا ريت تجربيها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.